وفي عصر الملوك العراة والآلهة غير المقنعة سنجهد لإيضاح كيفية ولادة الرأسمالية كشكل إنتاجي ودراسة التسرطن الناجم عنها في المجتمع. سنحاول الكشف عن حقيقة معاني حرب الكل ضد الكل، والتي تتبدى وكأنها واضحة للغاية، في حين أنها من حيث المضمون مرتبطة عن كثب بالرأسمالية، وذلك عن طريق السلطة السياسية والعلم. كما سيتم كشف النقاب عن الوجه الحقيقي للنظريات والمصطلحات العلمية التي تؤدي إلى تكريس نفوذ الرأسمالية في الميدان الذهني خلال هذه الحرب التي تدور بالاعتماد على منهج العلموية. كما سنعمل على تسليط الضوء على مهارة النظام الرأسمالي في تحويل جميع التيارات المكافحة ضده إلى أداة مناسبة لتسخيرها في خدمته، وفي مقدمتها التيارات الماركسية والفوضوية والتحررية الوطنية، بل وحتى الديمقراطية الاجتماعية. كيف تحول التبضع وقيمة المقايضة إلى آلهة جديدة تتحكم بجميع المجتمعات، بعد أن كانت تلك المجتمعات تزدريها في البداية. أما الحفنة النادرة من الملوك القدامى المتزينين بالملابس الزاهية والمتمتعين بامتيازات خاصة في حياتهم المترفة والمختلفة كليا داخل ردهات قلاعهم وقصورهم، فكيف تكاثروا بإفراط، وكيف أصبحوا عراة مكشوفين بحيث لم يعد بالإمكان تمييزهم عن أتباعهم؟ لماذا يجري التحول إلى جماعات تفنى في محيط هذا النظام العلموي جدا والسلطوي جدا والمادي جدا وضمن بنيته الداخلية، وتزول حصيلة الموت والأمراض التي لا يستطيع حتى أكثر الناس جهلا أن يتسبب بها؟ سنجهد لحل تلك الألغاز بغية الرد على هذه الأسئلة. سنفحص كيفية إضفاء المعاني أو عدمية المعاني على الأدوار والحياة الحقيقية، سواء بشأن انقسامات الدولة القومية المتصدعة ببناها الاقتصادية والاجتماعية ومؤسساتها السياسية، أو بشأن التقسيمات العلمية الناجمة عن هذه المفاهيم والنظريات. كما سنشرح الدور الأصلي للليبرالية التي تعد دينا رسميا، مثلما هي حال النزاعات القوموية والفردية، وسنظهر كيف تكون الرأسمالية حربا دائمة مسلطة على المجتمعات ببناها الداخلية والخارجية، وبالتالي كيف تكون حالة الأزمة والفوضى المتوترة والمضطربة في الحياة. وفي فصل عصر العيش مجددا بيوتيوبيات الحرية سنسترسل في فحص كيفية الخلاص من الحياة المتأزمة والفوضوية للحداثة الرأسمالية، والوصول مجددا إلى أنماط حياة مشحونة بيوتيوبيات الحرية. كما سنتطرق إلى كيفية الوصول لتكامل المعاني الروحية والذهنية الجديدة في سبيل الحصول مجددا على أشكال الحياة المثالية والخلابة المقصية من الحياة العصرية الرأسمالية التي تقبع تحت سيادة البنى المادية. وسنتحدث كذلك عن كيفية بسط الأجنحة للتحليق نحو الكون المسمى بالحياة الحرة في ظل تكامل تلك المعاني. وبينما تكون قوالب الحياة العصرية الرأسمالية التي تقضي على المعاني حالة من حالات الهروب من الموت، فسنكشف عن كيفية إفراغها ثنائية الموت الحياة من معانيها، وكيف أفسدت المقدسات وبترت الحياة من جوانبها الساحرة والشاعرية، وكيف شادت بذلك عصر موت أبدي ومحشر سرمدي. كما سنسعى لإضفاء المعاني على خيار الحياة الحرة المثالية كحالة من العيد الكوني، رغم أنها لم تعد تدرك بسهولة بسبب الرموز التي أضفيت عليها عبر العديد من الاصطلاحات من قبيل مصطلح ما وراء الحداثة، وبالرغم من العديد من تعبيراتها التوفيقية المتمفصلة. كما سنوضح أن هذه المقاربة ليست شكلا من أشكال المجتمع أو الإنتاج مثل ما يروج له عادة، وسنرسم ونعرض اللوحة التي تشير إلى خيار الحياة الحرة التي ستبنيها المجموعات يوما بيوم ولحظة بلحظة، بدلا من الاعتماد على المصطلحات والنظريات الفاسدة التي تقحم الحقيقة في حالة عقيمة عصية على النفاذ منها بسبب مثل هذه التصنيفات. سنتناول الشرق الأوسط في عصر الرأسمالية بشكل منفصل ضمن خصوصياته. فما هي المؤثرات الأولية التي تجعل الشرق الأوسط صامدا بثبات أمام محاولات الرأسمالية الفاشلة في إسقاطه خلال الحربين العالميتين؟ لماذا تحول الشرق الأوسط إلى بؤرة للمشاكل العقيمة الأكثر إشكالية واستعصاء في العالم
أي الاحتمالات يحتويها في طواياه كساحة وزمان أساسيين لما هو أشبه بالحرب العالمية الثالثة في راهننا؟ كيف علينا إضفاء المعاني على مقاومة الشرق الأوسط وصموده في وجه الحداثة الرأسمالية؟ هل يمكن لهذه الساحة التي هي مهد المدنية أن تتحول بشكل معاكس إلى مقبرة لها لتصبح ساحة التوجه نحو عصر يوتيوبيات الحياة الحرة؟ هل سيكون باستطاعة هذه الساحة التي تلطخت مقدساتها بالطين ودهست الحياة فيها تحت الأقدام أن تعيد صياغة مقدساتها وتولد أنماط الحياة الحرة الخلابة والشاعرية والموسيقية المشحونة بالمعاني الفاضلة؟ وفي سبيل ذلك، هل ستقدر مجتمعات المنطقة على تحطيم الأوثان والقوالب المادية والعلمية للحداثة الرأسمالية لتتمكن بالتالي من تأسيس أشكال الإدارة الديمقراطية ذات الإمكانيات الأوفر لحياة أكثر حرية وتشكيل مجموعات إنتاجية متكاملة مع البيئة وبناء مجالس الحكمة المفعمة بالمعاني السامية؟ سنبحث عن ردود لمثل هذه التساؤلات.